من فترة كده كنت باخد شوية قرارات بناء على قيمة الحرية عندي، وانا قيمة الحرية عندي عالية قوي. فكنت ببعد بيها عن الحاجات اللي فيها كنترول، ومن ضمن القرارات دي صحيت من النوم كده بلا حسبان مع باكج القرارات. الباكج ده اخدت معايا ان انا بطلت قهوه، وانا صحيت من النوم بطلت قهوه. ليه؟ عشان القهوه بتتحكم في تصرفاتي وبتتحكم في يومي، ما بعرفش ابقى مبسوطه الصبح الا لما بشرب قهوه. فانا حسيت انه القهوه بتبقى بتكنترول عليا. بعدين بعدها بيومين كده بتكلم مع واحده صاحبتي، فانا مقريفه ومتضايقه، مالك يا ميرو في ايه؟ فقلت لها والله انا مفتقد القهوه. وانا طب ما تشربي يا بنتي قهوه. لا، ما انا بطلت قهوه. إيه امتى يا اميره خدتي القرار ده؟ والله انا صحيت من النوم خدت القرار مع شويه قرارات تانية. طيب لما اتكلمت عن تاثير، لما اتكلمت مع نفسي كمان ومعاها عن تاثير اللي حصل في جسمي، والصدمه اللي حصلت فجاه لجسمي من غير ما انا حتى ادرجه او اعمل اي حاجه، لقيت ان انا اصلا بهرب من فكره الكنترول بان انا اروح للكنترول. ان انا بكنترول على فكره ان انا مش هخلي حاجه تكنترول عليا. فانا بهرب من ده فبعمله. واحنا غالبا لما بتبقى عندنا فكره بنهرب منها قوي وبنبقى مش عايزينها بشكل كبير، احنا بنتبناها بشكل تاني، بنلف اللف ونرجع لها تاني. فساعتها خدت قرار انه لا، ليه انا حارمه نفسي من القهوه؟ طب ما هو سنه كنترول لذيذه، ما فيهاش مشكله انها تسيطر على صباحي او تبسطه. ما هي بتديني حاجات برضو بتبسطني يعني. شويه الكافيين الحلوين اللي على الصبح دول ما هم يعني حاجه حلوه. وبعدين من كام يوم كده بقلب في النت لقيت احمد شقيري عامل فيديو برضو عن علاقته مع القهوه، وبيتكلم عن نفس القرار انه خده، انه سعيا للكمال، انه مش عايز حاجه تتحكم فيه الصبح، فاخد بطل قهوه. فحسيت والله والله انا عملت كده برضو، بس ما ينفعش معايا خالص. وبعدين لقيته بيتكلم عن انه سأل نفسه، قال هو ليه اصلا احرم نفسي من نعمه ربنا مديها لنا؟ فليه ليه نحرم نفسنا منها؟ ما ممكن ناخد الصبح حاجه ممكن يبقى في جزء منها بلا افراط ولا تفريط. فجزء تاني منها برضو انه مش بس عشان الكنترول، عشان هي نعمه من نعم ربنا. احنا ليه بنوقف نعم ربنا عشان خايفين من حاجه معينه، عشان بنهرب منها؟ فقرر تاني يرجع يشرب قهوة. فالقهوة حلوة جميلة بنحبها، بتدينا الصبح شوية كافيين كده تزقنا الزقة اللي احنا محتاجينها عشان نقوم اليوم ساعات، لأن بنبقى مش قادرين نقوم باليوم من غيرها. فخلينا نستمتع بالنعم و... وناخد بالنا قوي من القرارات اللي احنا بنفعل فيها قيم في حياتنا زي الحرية والعدل ونهرب قوي من قيم تانية زي الكنترول والتقييد والحاجات، فنلف نلف ونروح للقيمة اللي احنا هربانين منها اصلا من ناحية تانية. فيا ترى ايه القيمة اللي انت بتهربي او اللي انت بتهرب منها ولقيت نفسك عمال تلف ورايح لها من حتة تانية؟